كنا خلينا هنايا اخر مره في التحدي اللي كيجمعني بعبدو اللي كيمثل مدينه فاس. كيف ما لاحظتوا وصلنا للسكور ديال 4-3. عبدو كان داخل على هاد المثاليه ونخليكم تشوفوا شنو غادي طرا من بعد. هنا عبدو كيدير واحد الخطا فادح بزاف، كره سهله زرب وهو يضيعها. وهنا كيعطيني واحد الفرصه ذهبيه بانني نسالي هاد لاطابل اللي في المتناول. الصراحه هنا ما خرجتش مزيان لهاد الحمراء، داكشي علاش كنضطر نستعمل لي دو بوند باش نخرج. هنا كتبقى ليا كره وحده لاصقه على لا بوند، هي لا سول ديفيكولتي اللي بقات ليا في لاطابل. كان اسوريها باش كنتقدم في السكور ب5-3. كنقدر انني نتمكن من هذه المثاليه باش نحقق النقطه رقم 6 ديالي في هذا الديفي. وهنا عبدو خصو يدير واحد الاستفاقه حيت عنده البوتونسيال باش يرجع في هذا الديفي. هنا كيف ما كتلاحظوا كيلقى راسو مسنوكي كونتر الصفرة ديالو، كيحاول انه يلعبها اون سول بوند ولكن كيلعبها بعيده، وبقوه لا ديسيبسيون كيديسيدي انه يابوندوني هذا الفريم باش لو سكور يولي 7-3. 4 ديال النقاط ديال ليكار. هنا كيف ما كتشوفوا كندير واحد لاكاس اللي واعره بزاف، كطيح الكحله وكيطيحوا كواري واحد اخرين، داكشي علاش بامكاني انني نرجع لاطابل. وهنا كيف ما كتشوفوا غادي نقرر انني ندخل على لي جون. غنحاول نكومونتي لكم هاد المثاليه حيتاش واعره بزاف. هنا غنحاول نبقى بلاصتي باش حيتاش كيف ما كتشوفوا كاين الحمراء لتحت على اليمين ديال لاطابل هي اللي شاده ليا دوك 2-0 اللي غادي نوريكم دابا. دونك كان خصني ضروري اللي بيري داك لو ترو وكنتمكن بطريقه جميله بزاف. هنا كيبقى لو ترو لتحت على اليمين ليبيري لهاد 2 صفرات. هنا غادي نحاول نخرج بلو بوين لهاد الصفرة قبل الكحله باش نحقق النقطه الثامنه ديالي في هاد الديفي. هنا الضغط كامل ديال الديفي كيتحول عند عبدو. هنا ضروري خصو يدير شي حركه باش يبقى في الديفي. من بعد ما مشى الطرح بزاف لا جيستيون، عبدو كيبقاو ليه 2 كواري باش انه يحقق النقطه الرابعه ديالو في هاد الديفي. ومن بعد ما عبدو بدا كيرجع ليا في الديفي، خليوني نشرح لكم شويه الكونسيبت ديال اي ام اللي تشاركت معاهم مؤخرا. اي ام هي واحد الشركه اللي كتخرج لي بولو بروفيسيونيل بالنسبه للعاب ديال البيار باش كيبانوا بشكل بروفيسيونيل في لي كومبيتيسيون. دابا راه غير البرد مازال ما زعمتش نبدا نلبسهم، ولكن راه كيعطيو واحد لا لوغ بروفيسيونيل. راه ديجا درت واحد لا فيديو كاينه في لاباج اللي فيها كاع المعلومات، ما تايزيتيوش انكم تمشيو باش تفرجوا فيها. الا بغيتوا تواصلوا مع الرقم اللي كاين في البايو ديال انستغرام غادي تواصلوا مع السيد اللي كيجيري نيشان لي كوموند وغيقول لكم الاثمنه وغيقول لكم لي موديل اللي كاينين. فهاد لابارتي للاسف ما تسجلاتش، ولكن انا اللي ربحتها والسكور كيولي 9-5. ودابا نشوفوا عبدو شنو غادي تكون لا رياكسيون ديالو. عبدو هنا كان غادي مزيان في المثاليه ديالو من غير انه شوكه في داك الحمراء، داكشي علاش ما خرجش مزيان للصفرة اللي لتحت على اليمين، وبهذا كيرجعني لاطابل. هنا عندي مثاليه اللي ما سهلاش بحكم ان الكحله مبلوكيه، داكشي علاش خصني نفكر نحلها في اقرب وقت ممكن. وهنا كيبقى ليا لونغل بارفي انني نحل الكحله. كان ريسك واحد هو انني نتسنوك على الحمراء ديالي الاخرانيه، ولكن كنبقى دايز جوست كما كنقولوا. وبهاد الكحله كيولي السكور 10-5. هنا كيف ما كتشوفوا في هاد لابارتي عبدو شاد البوشون بيديه حطو فين ما بغا حيت درت فوت قبل منها.
هنا غادي يحاول يسالي هاد الكواري اللي بقاو ليه، عنده النيفو باش يساليها. نعبدو كتبقى ليه غير الخرجه لانوار اللي خصو يخرج مزيان، ولكن كيف ما كتشوفوا هنا ما كيتخرجش ليه كيف بغا. هنا كيطونطي واحد دو بوند ميليو اللي كيتمكن منها. كنظن انه بحكم انه اعتذر كان ناويها اون سول بوند، ولكن لحسن الحظ كيجيبها مزيانه للفراجه. دونك هنا كيبقى سكور 10-6. وهذا الفريم واش غادي نشوفوا ريمونتادا من عند عبدو او لا غادي تكون اخر فريم؟ هادشي اللي غادي نكتشفوا. دونك خليكم حتى الاخر ديال هاد لا فيديو. اذا كتبقى ليا كحله وحده باش نحقق النقطه رقم 11 والفوز بهذا الديفي اللي ما كانش سهل. كيف ما لاحظنا النيفو ديال عبدو كان زوين في الاول، ولكن من بعد ما حققش دوك لي فريم سكسيسيف للاسف ما قدرش يتابع لو ريتم. كنشكرو بزاف انه جا من فاس باش يلعب معايا. كان وعدو بديفي واحد اخر ان شاء الله يكون فيه واجد اكثر من هكا. وانتوما كنشكركم حيت تفرجتوا حتى لهنا، وكنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.